انت ممكن تتحبس حرفيا لو فكرت تستخدم شات جي بي تي. بس عايزك قبل ما نبدا يا صديقي تعمل اشتراك ولايك عشان خلاص قربنا على 2000 مشترك. من فتره مش بعيده شاب عنده 13 سنه اتحبس بسبب ان هو سال شات جي بي تي على سؤال، والسؤال ده ما كانش مجرد سؤال عادي ابدا، هو كان بيسال شات جي بي تي انه يساعد صاحبه اللي كان معاه في الفصل. والكارثه ان شات جي بي تي استجاب لطلبه واداله الطريقه اللي يعمل بيها كده. انت حرفيا تقدر تاخد اي معلومه من شات جي بي تي، حتى لو معلومه اصلا هو ما ينفعش يديها لك، بس انت لازم تتلائم عليه الاول. يعني لازم تطلب الطلب بطريقه صايعه جدا عشان يديك اللي انت عايزه. بس خلي بالك وانت بتطلب الطلب دوت وما تطلعش افكارك المريضه دي في شات جي بي تي، لانك هتتحبس زي الولد اللي عنده 13 سنه ده ما اتحبس. ودي حاجه تقول لك ان الشات اللي بتعمله بينك وبين شات جي بي تي ده بيبقى متراقب. شات جي بي تي مش مكان تطلع فيه امراضك العقليه دي، لانك هتتجاب. وعلى فكره الموضوع اكبر من كده شويه، لانك اصلا لو ما عندكش امراض عقليه هيجي لك امراض عقليه من كتر ما انت بتستخدم شات جي بي تي، لانه مش هيحاسبك ولا هيقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، ولا هيقول لك انت مجنون ولا ايه الافكار اللي انت بتفكر فيها دي. هو مصمم عشان يجاوبك بس مش اكتر، ومصمم اصلا عشان ياخدك من اهلك وناسك ويعمل لك تعفن في الدماغ. خلي بالك وانت بتستخدمه واستخدمه في شغلك وفي حاجات مفيده وبس، ما تعتمدش عليه في انه يحل لك اي مشكله في حياتك. وانا مش قصدي على مشاكل شغلك، انا قصدي على مشاكلك الشخصيه او مشاكلك الحياتيه اللي انت بتمر بيها كل يوم. شات جي بي تي مش مكان للفضفضه، مشاكلك الشخصيه لازم تعتمد عليها انت بنفسك عشان ما يحصلكش تعفن في الدماغ من كتر ما انت بتعتمد على الشات ده غير اصلا هيكون عنده معلوماتك كلها يا غبيه اللي بتروح تحكي له على كل مشاكلك الخصوصيه. يا حنين يا اللي هتودينا في داهيه.